اهلا وسهلا بيكم معانا في بالهنا. النهارده في سفره هنعمل اكله لطيفه جدا، حاجتين ما هماش اكلتين، هما حاجتين حلوتين. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها تارتاتان او شبهها، يعني ايه تارتاتان؟ اللي هي زي ابل باي. ممكن نعملها مش بتفاح بس، ممكن نعملها باي فاكهه عندنا، لو عندنا خوخ فاكهه الموسم يعني، وبنعملها بشويه. هتشوفوا هنعملها ازاي. المهم نبتدي. اول حاجه هنعملها زي ما قلنا التارتاتان، عباره عن تفاح والباف بيستري اللي هي العجينه بتاعه الميلفاي دي، سكر بودره، قرفه. انا هحط صنيبر، لو حد ما عندوش صنيبر ما يحطش، وزبده. مفيش اسهل من كده. هبتدي على طول. اول حاجه طبعا نفتح النار بتاعتنا، البوتاجازات التكنولوجيه دي بتاعتنا اهو. بنفتح البوتاجاز. انا مش عايزاه حراق قوي، سخن قوي حراق. المهم فتحت النار عليه. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نجيب التفاح. عادة هقول لكم انا بعملها ازاي، بس المره دي بعملها بطريقه مختلفه. عاده احنا بنقطعها كده نصين التفاحه، وبنشيل قلبها وبنعملها على الزبده هتشوفوا دلوقتي الطريقه سهله جدا جدا. هنبتدي نعمل التفاحه نقطعها. الاختراع ده يا جماعه هايل، بيشيل على طول قلب التفاحه مره واحده بدل ما نفضل نقطع التفاحه. شايفين في السهوله فظيعه جدا. ونقوم جايبين السكينه اهي، كل حاجاتنا معانا نصين. شايفين مفيش القلب راح خلاص. ونبتدي نقطع. الاكله دي او البتاعه دي بعملها والناس عندي عارفين، لما الواحد يبقى قاعد في البيت كده ومره واحده يلاقوا ناس صبوا عليه من حيث لا يدري. لو في شويه تفاح زي ما قلت، اي حاجه في البيت فاكهه بعملها بيها. هنستعمل هنا زبده شويه حلوين. فاكرين احنا كنا فاتحين الطاسه، هعلي شويه النار. هنعمل زي كراميل. لا مش هحط اكتر من كده، ما بحبش الزبده كتير. كراميل اهو، زبده وسكر بودره. السكر بودره هحط معلقه عشان مش بحبها برضو تبقى تو سويت، يعني ما بحبهاش مسكره قوي. اهو هنا. ونبتدي نقلب. مش عايزاه يتحرق، مش عايزه السكر يتحرق، انا عايزه السكر ياخد يا دوبك لون الذهبي كده، بس لازم يسيح خالص. ومع السكر هحط شويه قرفه صغيرين قوي اهو. هحط نجيب معلقه تانية شويه قرفه، مش كتير. عاده بحب احط كمان عيدان القرفه، بيبقى شكلها كمان حلو قوي لما بتطلع لما بنقلبها. ايه بقى تارتاتان؟ فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي زي ما هي كده اهو، بالطاسه دي. لازم لما نيجي نعمل الاكله دي يبقى عندنا طاسه تدخل الفرن، دي اهم حاجه. ماشي. نسيح السكر كويس جدا لغايه لما نشم ريحه الكراميل. طبعا القرفه لما تحطوها في اي حاجه بتعمل ريحه هايله 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 هايله. برضو يا جماعه من التريكس بتاعت لو حد جالنا في البيت واحنا عاملين ملوخيه ولا بتاع ولا اي حاجه، اغلوا شويه قرفه. كل شويه هتلاقوني بطلع لكم بحاجه، لان اكتر حاجه بتزعج البشر، او يعني مثلا واحد لما يدخل ريستوران ويشم ريحه الاكل فيه، تعرف ان ده ريستوران نص نص، لان لازم الحاجات بتاعت اللي بتشيل دي الهواء، زي عارف الشفاطات والكلام ده، يبقى بس. ونحط التفاح بهذا المنظر خلاص ده. ونبتدي بقى نقلب التفاح مع السكر ابو زبده. ازاي ريحتها هايله، سهله سهوله غير طبيعيه. التفاح اللي عندنا هو احسن، بيبقى انا بحب استعملها مع التفاح اللي هو الاصفر او الاخضر، يعني التفاح اللي موجود. انا ما بحبش دايما اعمل، الواحد ما يعملش حاجه، يعني عارفه الاناناس الكومبوت ده والكلام ده كله، جيبوه نشفوه كويس واعملوه برده بنفس الطريقه، هيطلع حلو قوي. ويا سلام بقى لو في شويه ايس كريم فانيليا بعد ما تخلص، بتبقى لطيفه جدا جدا جدا. هستنى بس لغايه لما يستوي شويه. وعايزه اقول لكم حاجه، ان دي بتطلع تتاكل في ساعتها. ازاي بقى؟ هتشوفوا دلوقتي اهو. زي ما بقول لكم، حد يجي لكم ثانيه واحده وانت بتعملي الشاي ممكن تخلصي دي، بس اهم حاجه ان يبقى دايما عندك في الفريزر الباف بيستري. طبعا
يبقى لطيف جدا لو احنا عملناها من سكراتش، وفي مره باذن الله هنعملها مع بعض من سكراتش. بس انا دايما هتلاقوني بعمل الحاجات اللي اي ست ممكن تعملها في رقم قياسي. كله دلوقتي كل التفاح اخد الكراميل بتاعه او السكر بتاعه ابو قرفه. هسيبها شويه هنا وهوريكم دلوقتي بقى هنعمل ايه في الباف بيستري بتاعتنا. انا محضره شويه دقيق اهو، ودي الباف بيستري. هحط شويه دقيق هنا عشان ما تلزقش المنظر ده كده. وعاده الباف بيستري مش هدوس عليها قوي، بس انا هكبرها بس عشان اقدر اغطي بيها التفاح بتاعها كده شويه وكده شويه، وبايدينا دي نعمل كده. يا سلام، ده ايه ده؟ هو ده اللي انا عايزاه. يا هو ده. هشيلها دلوقتي خالص بقى من على النار، وابتدي افرد شويه الباف بيستري او العجينه الهشه. بنلاقيها في كل السوبر ماركتس او في الناس بتوع الحاجات الحلواني. في ناس بيبيعوا حاجات هايله، حاجات حلوانيه. طبعا الستات الشاطرين عارفين فين، واللي مش شاطرين انا ممكن والله اقول لكم فين. يا رب يبقى في فقره الواحد افضل اقول لكم وتقدروا تجيبوا ده من ده وده من ده، لان دايما الواحده تقول طب اجيب الحاجات دي من فين. بنات كتير جدا بيبقوا عايزين يعملوا حاجات بس مش عارفين يشتروا الانجريدينتس بتاعتهم من فين. شايفين احنا تقريبا خلصنا. تخيلوا اكله اول واحده خلصت اهي اهو. بقفلها بالطريقه دي خالص عليها بالمنظر ده، وهجيب شوكه زي ما قلت لكم. الفرن هنبقى مشغلينه على درجه حراره انا ما قلتلكوش قبل كده 200، يبقى شغال قبل كده. وبعدين هندخل فيه الطاسه بتاعتنا. ممكن لو عايزين نحط شويه، بس احنا في الاخر هتتقلب على وشها. يعني ايه؟ يعني هنجيب طبق والبتاعه دي هتتقلب الناحيه الثانيه، فمش لازم دي يعني نحط لها اي لون ولا اي حاجه. هحطها في الفرن لدرجه 200 تقريبا لمده ربع ساعه. اوكي، كانت سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. هترجعوا معانا الفقره الجايه، هنعمل لكم زي عيش بالجلاش وعليه كريم شانتيه لطيف جدا 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 مع شويه سكر خفيفه جدا، والفاكهه اللي عندنا برضو. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا مره تانية في بالهنا. الحاجات الحلوه اللي هنعملها بقى المره دي حاجه لطيفه جدا. هي عباره عن نست، يعني عش كده احنا هنعمله بالجلاش والكريمه المخفوقه الحلوه، وهنحط معاها الفاكهه اللي عندنا. فايه فاكهه الموسم دلوقتي؟ خوخ. شوفوا هتطلع حلوه ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين دايما الجلاش نبقى قافلينه باحكام عشان ما ينشفش، لانه بينشف في ثانيه. انا هستعمل زي ما انتم شايفين لما قلت لكم زي نتس او عيش عشان هعملهم في البتوع بتوع الكب كيكس دول. كل الناس دلوقتي بقى بتحب الكب كيكس. نجرب حاجه جديده، مش لازم دايما كله كب كيكس. ولعلمكم انا ما بستعملش، خلينا ناخد دول كفايه، مش هستعمل اكتر من كده. ما بستعملش زبده، هستعمل زيت المره دي. ليه؟ اهو حاجه تبقى خفيفه، كفايه الكريمه اللي احنا هناكلها فيها. اوكي، نبتديها بقى. سهله جدا يا جماعه. نجيب السكينه او المقص. انا بحب دايما اتعامل بالمقص، اطلع الحاجات اللي هشتغل فيها اهو. اوكي، نجيب المقص هنقطعها بالطريقه دي، ونقوم حاطينهم فوق بعض كده او نظبطهم كده على بعض. كله شغال. وتاني مره كده ماشي. بينشف في ثواني، حاجه فظيعه جدا. نقوم جايبين الحله بتاعتنا بالطريقه دي. اول حاجه هنعملها ايه؟ بالفرشه وشويه زيت هنزيت الحاجات البيوت او العشوش اللي هنعمل فيها العش بتاعنا اللطيف ده. مش هعمل اكتر من كده. اوكي، وبعدين هنجيب جلاشيه جلاشيه. هعمل في الواحده 2، مش هعمل اكتر من كده. في كل واحده هحط 2، نحطهم عكس عكاس. يعني ايه؟ يعني يبقى عامل كده اهو، شايفين؟
وده هندخله الفرن. اللي عايزه اقوله لكم ان ده ممكن يحتاج شويه شغل زياده، وانا بعمله دايما لازم يبقى الفرن مش على درجه حراره عاليه. يعني هنعمله مثلا نقول 150، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يعني مش عايزه الادجز دي تبقى حمراء او تبقى زي بتقولوا. بص هو الجلاش ده الحلو فيه بقى، وممكن ما بين كل جلاشايه وجلاشايه زي ما بنعمل دايما نحط شويه زيت عشان يلزق فيه معاه اهو كده. حلو الكلام. بعد ما هنعمل كده هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه. انا بدخلها على 180 وساعات بنزلها ل 150 اول اهو كده. ما نخافش من الجلاش، الجلاش من اكتر الحاجات اللي ايه بتمسك مع بعض وهتدينا اللي احنا عايزينه في الاخر اهو نست ونست ونست. وهنا اهو كمان نخليه ده كده بينشف بسرعه رهيبه رهيبه اهو كده. وشويه زيت وحته جلاشايه تانيه. يعني انتوا فهمتوا انا نفسي اعمل ايه صح؟ خلاص نعمل بقى اخر واحده عشان حرام عشان لسه عندنا الكريمه عايزين نعملها، وعايزين نشوف التورته بتاعتنا التختة اللي في الفرن اخبارها ايه اهو. شايفين؟ سهل وسريع. دي برضو من الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها لو حد جاله على حين غره مره واحده كده، هو قاعد يلاقي تين تين مين، تلاقوا بقى الجده الجد الحما كل الناس بقى اللي انتوا عارفينهم بيجوا لنا اصحابنا اهو كده. هو شكله كده ممكن يبقى مكعبل شويه، انا اهم حاجه ان الجناب تبقى مفتوحه كده علشان هو ده اللي هيتحط فيه الكريمه اهو كده. هنا كمان كل الحاجات اللي متقطعه الجناب دي تتحط مش مشكله اهو. وهندخلها الفرن لدرجه حراره واطيه مش عاليه من 180 تقريبا لغايه لما تبتدي تحمر. ولما تبتدي تحمر ونلاقي الوش هنا او الحته دي كلها احمرت ممكن بقى نقوم قلبينها. هوريكم ازاي. هنحطها في الفرن شويه. ودلوقتي نبتدي نعمل الكريمه بتاعتها. الكريمه بتاعتها هي عباره عن الكريمه اللباني. هنضرمه تاني كده اهو عشان حرام ويدخل التلاجة. الكريمه اللباني بتاعتنا اهي. انا مش هستعملها كل، انا هسيب شويه عشان ما عنديش ايس كريم، ممكن احطهم بعد كده على التارتاتان لما تطلع هيبقى طعمها حلو قوي. هحط الكريمه كده هسيب الشويه دول زي ما قلت لكم هحطهم على التارتاتان. وهنبتدي نشغل المضرب بتاعنا. مش لازم كلنا يبقى عندنا الحكايه دي عشان نعمل الكريمه المخفوقه. في الحاجات بقى اللي بالايد دي يعني التكنولوجيا بقت واسعه جدا، مش هنقدر بقى نقول ايه ولا ايه ولا ايه. بالنسبه للحاجات اللي احنا بنستعملها انا ببتدي على درجه حراره على درجه واطيه. وهبتدي على انا مش عايزاها تبقى كريم شانتيه، انا عايزاها انا بسكرها شويه لان هم هنا ما بيحطوش في مصر سكر للاسف في الكريمه، بس احسن عشان ما نخليهاش مسكره قوي. وهبتدي اعلى شويه شويه. مش عايزاها تبقى ناشفه كانها كريم شانتيه زي اللي احنا بنعمله، لا انا عايزاها تبقى زي كاستر دي كده شويه، زي الكاستر شويه. بس هنسيبها هنا دي تعمل العمله دي. اقوم واخده الخوخ اللي هو موجود عندنا دلوقتي في السيزون. ايوه ممكن نعملها على 10 شغلوه. بس خلوا بالكم ان ساعات لما بنضرب الكريمه كتير بتفصل، بتلاقي الميه لوحدها والكريمه لوحدها، عشان كده لازم عينينا على طول تبقى عليها. كنت هروح اعمل الخوخ بس احسن ان انا ابص عليها بدل ما ايه تفصل ويبقى الحاجه مش لطيفه. هحط شويه سكر كمان. انا ما بحطش كتير على فكره، انا يا دوبك على طرف المعلقه بس كده. انا مش عايزاها اكتر من كده. طبعا ولادنا ممكن يساعدونا بمنتهى السهوله في الحكايه اللطيفه دي، بيموتوا يلعبوا ويعملوا الكلام ده كله. دلوقتي بقى نبتدي بالخوخ. الخوخ اللي هنعمله ان احنا هنقطعه. اخبارنا هنا ايه؟ لسه شغالين؟ طب حلو قوي. الخوخ دلوقتي عباره عن ايه؟ هنعمله هنقطعه بالطريقه دي. خوخ برقوق. طبعا كان في الفراوله الفتره اللي فاتت كانت هتبقى هايله معاها. زي ما بقول لكم اي نوع من اي فاكهه الموسم. واحنا الحمد لله في مصر ربنا مدينا كم فاكهات الحمد لله دايما
عندنا لطيف جدا، وخضار برضو بصراحه، بس يعني دايما استنى الصيف عشان، والمانجا ما ممكن طبعا تتعمل بالمانجا، وايه كمان كانتالوب ما بيتهيأليش، كانتالوب حاجه فريش اكتر شويه كده. انا اهو هنقطع التانية كمان، هي اوريدي فيها الجوسز بتاعتها وفيها مش محتاجه يعني نسكرها، والكريمه احنا مسكرينها صح صح اهو اهو، هايل جدا، مش عايزه اكتر من كده. الخوخ عندنا سبيشالي في فتره، في اخر 7 كده او في اول 7، الخوخ العرايشي عارفينه، بيبقى صغير ده ومسكر وجميل جدا. خلاص خلصنا، اقطعهم اخلي شكلهم كلهم حلو كده زي بعض، او هبقى اختار الحلوين بعدين. انا بس عشان كنت بعمل بسرعه، والخوخ طري شويه حبتين، ده الخوخ السكري عارفين. انا كان نفسي اجيب الخوخ اللي جواه برتقاني ده، مش عارفه اسمه خوخ ايه، بس ما لقيتش، لقيت ده بس اللي عند الراجل اهو. حلو جدا كده، مش عايزه اكتر من كده. نجيب، انا طبعا كنت مجهزه عشان انا ست شاطره النست دي اللي بقول لكم عليها، هنحط دول هنا. كنت محضره شويه من النست، بصوا شكلهم هيطلع عامل ازاي، لذيذ، حاجه مختلفه، بدل ما دايما نعمل الحاجات حته واحده وبتاع، لا حلو الواحد يدي كل واحد البورشن بتاعه ويخلص ويمشي وخلاص. ناخد الكريمه. طيب حتى لو انا مش عارفه اطلعها يا جماعه، انا هتصرف، الجيش اللي انا متصرف اهو. هنجيب دي كده هنا، ونجيب معلقه هنا، ممكن نستعمل المعلقه دي، وهي الكريمه نملى فيها، نملاها بالطريقه دي. هنعمل بقيه النست او بقيه بلاش كريمه كتير يا جماعه، خلي الفاكهه هي اللي اكتر اهو. لو عندنا بقى شويه نعناع، انا بستعمل اي حاجه عندي خضراء، لان انا بحب شكل الحاجه كمان يبقى حلو، مش بس الطعم، الشكل برضو مهم جدا اهو. وشفتوا حاجه ما خدتش ثواني، مش بتكلف كتير. الكريمه دي الواحد بقى يلاقيها في كل حته، ما حدش يقول لي يلاقيها فين، الواحد ما بقى، كل البيوت دلوقتي بقت تستعملها في الطبيخ، معظم الناس دلوقتي بقوا يستعملوها في الطبيخ. في الكريمه الحلو وفي الكريمه للحاجات الحادقه اهو. اهو خلصنا ده كده، نروح ناخد بقى، نحط البيتشز او الخوخ، انا اسفه كده. في ايه اسهل من كده وفي ايه اظرف من كده؟ سهله وسريعه ومغذيه، بندي للولاد الفاكهه، الولاد اللي ما بيحبوش الفاكهه وبيحبوا ياكلوا حاجات كده مليانه اهو. 1 2، وانا عايزه احط لهم حاجه خضراء، لان هي شكل الدنيا كده، لان الخوخ لو كان من جوه برتقاني كان شكله هيبقى احلى. فاللي انا هعمله هحط اي حاجه خضراء عندي، لو عندي ان شاء الله روزماري هحط. تخيلوا بقى ايه اللي عندي في التلاجة، هقول لكم حالا. والله عندي، تخيلوا، هلعب لعبه لطيفه، هلعب لعبه حلوه بالدل بالشبت. الجيش قال لنا نتصرف، ليه ما نتصرفش؟ هيبقى وحش؟ مش هيبقى وحش. ونقطفه كده حاجه صغيره. الحاجات السهله السريعه دي يا جماعه، مش عايزه اقول لكم، بدل ما الواحد يشتري دستة كاتو دلوقتي بقت بكام؟ وصلت والله ل 80 و90 جنيه. انا بشوف حاجات بقيت اتخض كل ما بنزل اشتري، وكل مره انزل اشتري الاقي حاجه غليت من المره اللي قبليها. فليه ما نحاولش نعمل الحاجات على قد ما نقدر في بيوتنا بالمتاح؟ ناخد الطبق التقديم اهو، وخلصنا. تاني حاجه بصوا ما خدتش معانا ثواني. زي ما قلت اي فاكهه عندنا هتنفع، عمرها ما هتقول لا. اوكي اهو،
الطبق الاولاني يا خبر ابيض كان كل حاجه دلوقتي هتقع وكل حاجه هتبوظ. الحمد لله. هشيل هنا قبل ما نطلع التارتاتان علشان تبقى هي دي. انا سبت شويه الكريمه دي علشان التارتاتان. استنى. وبالنسبه برضو للتارتاتان دي زي ما انا قلت لكم قبل كده ممكن تتعمل باي فاكهه برضو، بس هي عاده بتبقى بالتفاح زي ما انتم شفتوا. الطبق اللي انا هطلعه هقدم فيه اهو. وطبعا زي ما قلت لكم قبل ما تعملوا الاكله دي او الباي دي لازم يبقى عندكم طاسه بايد تدخل الفرن اهي. شايفين الدنيا بقت عامله ازاي هنا جوه؟ خلاص هنطلعها ونقلبها في الطبق وخلصت. مفيش الطف ولا اسهل ولا اجمل من كده اهو. فوالا خلصت. شفتوا السرعه يا جماعه؟ حاجه حلوه في اقل من نص ساعه عملناها، حاجتين مش حاجه واحده كمان. هنجيب الطبق بتاعنا كده. خلوا بالكم عشان ما تتلسعوش، احنا مش بنعمل حاجه حلوه علشان في الاخر نتلسع، وانا اكتر واحده في الدنيا بتتلسع. ربنا يسهل. 1 2 اهو و3. خلوا بالكم برضو من اللسع كده اهو. تجيبوها على جنب. شايفين طلعت حلوه ازاي؟ في كام تفاحيه هنا ممكن نشيلهم. وزي ما قلت لكم انا سبت شويه كريمه عشان هحطها من الوش. لو عندنا بقى بتاعه ايس كريم يا سلام، تبقى في منتهى، تبقى في الجون. ان شاء الله النهارده الحلقه تكون عجبتكم. حاجه سهله وسريعه وحلوه ومش مكلفه. يا رب تعجب كل الساده المشاهدين اللي كانوا ما بيتفرجوا معانا النهارده ويجربوها ان شاء الله تعجبهم. وخلوني العب لعبه شويه كده هو زي ما بيلعبوا الحلوانيه. اشمعنى انا لطيف. وشويه الكريم. يا سلام. وممكن انا كنت عامله شويه صنيبر. اي بقى مكسرات عندنا اللي يحب يعمل اللي هو عنده. والف هنا وشفا، واشوفكم المره الجايه في بالهنا. مع السلامه.